لاحظوا الشكل النهائي ديال هاد الدرس. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة خديجة طبرندان، نتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في تطبيق اليوم. ان شاء الله غادي نشوفوا دريس بالعقيق شكل مختلف. كنتمنى تشجعوني وتوصلوا الفيديو ل1000 لايك وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائدة على الجميع، والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم جديد. بسم الله على بركة الله. اول حاجة غادي نحتاج العقيق رقم 3، الحريم مبروم على 3 ديال الشعرات. هنا الابره رقم 7، خدمت اول غرزه في الثوب، نخدم الغرزه الثانيه، دور الخيط اليسار، غادي ندير حبكه غرز بالحبكه. لاحظوا الغرزه الثالثه، دور الخيط اليسار ثم حبكه. الغرزه الرابعه ثم حبكه. الغرزه الخامسه، هنا كبدايه غادي نبداو ب5 ديال الغرز، اما من بعد فغادي نخدمو غير ب4 ديال الغرز فقط. لاحظوا الغرزه الخامسه. هنايا هاد الغرزه ما غاديش نحبكها، لاحظوا معايا ما بين هاد الغرزه والغرزه اللي قبل منها كنشكل لينا واحد الفراغ، غادي نخلي هاد الفراغ الاول ثم الفراغ الثاني، ندخل ابره في الفراغ الثالث، غادي نشكل واحد القوس. يعني هاد الخيط غادي نرخف واحد المسافه اللي هي قليله، يعني ما ترخفوش بزاف. دور الخيط اليسار، هنا كيبقى لي الفراغ الاخير كنثبت فيه هاد الغرزه باش غادي ندير العماره ديال هاد القوس. هنا دورت الخيط اليسار، غادي نحبك على هاد الشكل، الحبكه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه ثم الثامنه يعني الاخيره. كنحصلوا على هذا الشكل. من بعد غادي ندور الخيط اليمين، هاد الغرزه اللي ما حبكتهاش من قبل كنرجع ندخل الابره في هاد النقطه، ندير التتمه ديال الحبكه. دور الخيط اليمين، هنا غادي نبدا الغرزه الاولى، غادي نحبكها. الغرزه الثانيه نفس الشيء، حبكه. الغرزه الثالثه غادي نحبكها. الغرزه الرابعه بدون حبكه، يعني كيف ما سبق لي قلت لكم انني غادي نبدا ب5 ولكن من بعد غادي نخدم غير ب4. لاحظوا هذه ما غاديش نحبكها، كنجي الفراغ ما بينها وبين الغرزه اللي قبل منها نخلي هذا الفراغ الثاني، نخدم في الفراغ الثالث، كنشكلوا واحد القوس يعني نفس القياس. هنا هاد الغرزه الاولى اللي حسبنا بها هاد 4 ديال الغرز، كندخل الابره في هاد النقطه يعني من موراها باش كنثبت هاد العماره اللي غادي نحبك. من بعد كنجي لهاد الخيط هذا، غادي نحبك الحبكه الاولى، الحبكه الثانيه، الحبكه الثالثه، غادي نوقف، غادي ناخذ عقيقه، كنجي لهاد القوس الاول كنحسب 1 2 3، يعني كنثبت ما بين الغرزه الثالثه والرابعه العقيقه، ثبتها بهذا الشكل هذا عادي، يعني ما تنرخفها ما والو. هنايا كندور الخيط على هذا الشكل، كندخل الابره في هذا الفراغ، يعني الفراغ اللي تحت العقيقه،
غادي ندير واحد الغرزة بحيث انني غادي نرخف هذا الخيط هذا باش نحصل على نفس القياس ديال الحبكات اللي حبكت من قبل. ملي كنثبتوها هنا خدمنا 3، غادي ندير الغرزة الرابعة، يعني هنا وصلت نصف ديال 8 ديال الغرز. كندور الخيط اليمين، كنجي لهذا الخيط اللي شكلت هنايا وغادي نحبك دائما الخيط على اليمين. 1 2 3 4 5 6 7 8. كنمشيو بقياس 1. غادي ندور الخيط اليسار. هنا هاد الغرزة اللي حددت بها يعني تثبت بها العقيقة، كنجي مباشرة الحبكة اللي حداها وكندخل الابرة باش كندير التثبيت على هاد الشكل. غادي ندور الخيط هنايا، كنجي اول حبكة من هاد 8 كندخل فيها الابرة، كندير غرزة، ندور الخيط اليسار، كنجي من ورا هاد الغرزة اللي تبت ندير 2 جلويات ديال الخيط على البرة ونبدا تشكيل الضرس ديال 1. ندخل الابرة في نفس النقطة، ندير الراس ديال الضرسة ديال 1. هنا لاحظتوا معايا الحبكة الموالية كنخليها كنخدم اللي حداها. دور الخيط اليسار، دخل الابرة في هذه النقطة، 2 جلويات ديال الخيط على البرة. دائما كنشكلو درس ديال 1. هنا وصلت للمنتصف، بعد ما هنا خليت غرزة ما بين هاد الدرسة ديال 1 والدرسة الثانية. هنا باش دائما نبقى محصلة على دائرة ديال هاد القوس، هنا ما غاديش نفوت غرزة، غادي نخدم فيها مباشرة، يعني لفتها فهاد القوس غادي يولي مسطح، لهذا ما غاديش نفوت غرزة. ندخل الابره، تندير شلويات ديال الخيط على البرة، دير التتمه، دور الخيط اليمين. هنا العكس، غادي نخلي غرزه ونخدم المواليه. ندخل الابره، دير 2 جلويات ديال الخيط عليها، من بعد كنشكل الراس باش كندير التتمه ديال الدرسه ديال 1. هنا لاحظوا كنخلي غرزه نخدم اللي حداها، ندخل الابره، ندير شلويات ديال الخيط، نشكل الراس ديال الدرسه ديال 1. لاحظوا معايا هنا عندي 1 2 3 4 5. خدمنا الاولى، خلينا بيناتهم غرزه، يعني بين الاولى والثانيه، ما بين الثانيه الثالثه هنا ما خليناش غرزه بيناتهم، يعني كيف ما قلت لكم باش نحصل على هذا الشكل الدائري. هاد الغرزه، هاد الدرسه عفوا ديال 1 كتعطينا المنتصف، هذه هي اللي مثلا نخليوش بينها وبين الثانيه غرزه. من بعد هنا كنخلي غرزه، وكذلك ما بين الرابعه والخامسه غرزه، كنحصلوا على 5. هنا كتبقى لي غرزه واحده منفرده كنثبت فيها غرزه عاديه. لاحظوا كنحصلوا على هذا الشكل. من بعد كنجي لهذا الفراغ تندير التتمه. هنا خدمنا 3 ودرنا عقيقه، وخدمنا الرابعه باش درنا هذا القوس، يعني هنا باش نكمل 8 بقاو خاصني 4 ديال الحبكات. غادي ندير التتمه، 1 2 3 4. دور الخيط اليمين. هنا ما تنساوش هذه النقطه، يعني هاد الغرزه الرابعه اللي كنخدمو ما كنحبكوهاش ملي كنديروا القوس، ولكن لما انني كنتهي بالحبكات كندخل الابره باش كنحبكها على هذا الشكل. لاحظوا كيفاش حصلنا على هاد الضريس. هنا انتهيت من هاد المرحله، يعني باش غادي نبدا درسه اخرى غادي من هنا نحسب 1
ثم حبكة، 2 ثم حبكة، 3 ثم حبكة. الغرزة الرابعة تابعوا هنا قلت لكم غادي نبقى نخدم دائما ب4 غرز. الغرزة الرابعة ما تنحبكهاش، كنجي كنخلي هذا الفراغ والفراغ الثاني، ندخل الابره في الفراغ الثالث، كنشكل واحد الخيط اللي كنرخف واحد المسافه اللي هي صغيره، يعني كنخلي واحد الوسع اللي غادي يجيني فيه قياس 8 حبكات. بعد ما كنثبت على هذا الشكل كندور الخيط ليسا هنا ما بين اول غرزه والحبكه الاخيره ديال هاد العماره ديال القوس، كندخل الابره هنا. لاحظوا تنثبت غرزه عاديه، اول خيط ليسر غادي نحبك 1 2 3 4 5 6 7 8. حاولوا هاد الحبكات ما تصيروهمش. بعد ما خدمت اخر حبكه، هاد النقطه هذه اللي ما حبكناش من قبل، كندخل الابره من وراء هاد الغرزه في هاد الفراغ الاول، كندير حبكه على هاد الشكل، وغادي نمشي بنفس الطريقه. يعني غادي نحسب تاني 1 2 3 نحبكهم، الرابعه ما نحبكهاش وندير قوس، وغادي نمشي بالطريقه اللي خدمت معكم في الاول. غادي نخدم واحد المسافه ونوريكم الشكل في الاخير. لاحظوا الشكل النهائي ديال هاد الدرس، يعني كيجيب واحد الشكل اللي هو زوين. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنسوش وضع لايك، اشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. والسلام عليكم.